النعمة خلاص، النعمة على عيونه وعلى قلبه وعلى والله لا يبتلينا وانتكس مسيحي خلاص يا بنت تراي مسيحي، أنت هذه بلا تسقل مسيحي. علميني وشلون أسوي. المهم علمته بالطريقة، وفعلا قام مع الشايب والبنت ويتعبدون، ما أدري شو يتعبدون، الله ينهى عنه لا يبتلينا. المهم أنه قال الشايب ما وش هذا الزاهد هذا، وش الدين هذا إنسان ما شاء الله راعي وما شاء الله ودين وأموره طيبة. المهم أنه جاء بعد شهر وخطب البنت، معلمته قلت بعد شهر وأنت معنا تدين خلاص تعال اطلب يدي. راح وطلب يدها من الشايب. المهم قال بشاور بنتي وشاور بنته، قالت أنا موافقة ما عندي مشكلة. قال خلاص بس بشرط سواء انك ترعى 3 سنين بدون راتب بدون شيء، تجلس عندنا وكل شيء ترعى البقر. قال على خشب، اصلا انا بقرة، ما انا اصير بقرة مع العيون هالبنت هذه، اعوذ بالله اعتبرني بقرة. يقول للشايب قال كفو والله العظيم كفو رجال 100%، انت تصلح 100%، تصلح لي انت اصلا عقلك مطابق على عقل. قال اكيد شيء اكيد ما عندي مشكله. المهم هو سووا حفل الزواج وعرس وتزوج الرجال، بينهم الحين شرط. المهم انه على بس زواجه على ايامه الاولى 3 شهور 4 شهور ولا هذه جماعته جاي ومستانس مبسوط داخل جو قايل خلاص انا خلاص بين الحور العين هالحين. ويجون جماعته السلام عليكم وعليكم السلام يلا حي ولا معرفهم. قالوا هذا وش جايبهم؟ هذه والله البلوى اللي ابتليت فيه انا لي 20 سنة وانا مبتلين فيكم، ما حصلت حتى النعمة اللي قدام عيوني، ما حصل 3 سنين ارعى البقر وعندي هالنعمة هذه ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه سوقها ومجاني، ما جاءت وش جايبكم يا ولد يا فلان انت تصد فلان ولا انت مسحور، انت فيك شيء. قال لا انتوا المسحورين. قلعوا توكلوا على الله. قالوا انت مطوع. قال لا تعقبون، اصلا تعقبون انا مسيحي من يوم خلقت يا ولد. قال بس تعقبون. توكلوا على الله انقلع عدل بدل. قال بس هذا ما في طب نهائيا ويرجعوا مع دربهم. مالكم بطويله ويعيش جو ويستانس وينبسط خلاص. هذيك سبحان الله عشقته ماتت فيه. خلص 3 سنين لعله جاء أخوياه 2 بعد 3 سنين 6 شهور أو 7 شهور جو أخوياه 2. قالوا نبغى نمر عليه ويمرون عليه يقعدون يسولفون عليه ويشوقونه وتقعد تدمع عيونه دمعت عيونه. اشتاق لدياره واشتاق لأموره واشتاق المهم انه قال بس وهي قال لي يا مرح بس اروح وجيت. وهي دقها سلف معهم بختصر لكم عاد السالفة. ويروح البلد يعني قريته يرحبون فيه ويهلون فيه يا مرحبا يا مسهلا انت وش سالفتك انت وش جريك انت. قام يبكي الرجال قام صح من نومه قام يبكي. المهم ويتوضأ ويصلي له ركعتين ويصلي ركعتين ثانية ويصلي ركعتين توبة. قال الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلن توبته. حس بخاطر قال أمي وين ويروح لأمه ويحبحب رجلها ويتعذر منها وكل شيء. قال أنا يمه والله العظيم كأنه مغميا علي، ما أدري وش اللي جرالي، ما أدري وش السالفة، ما تحسف. المهم أنه رجع يصلي وتعوذ من الشيطان وعرف أن الدين الحق هو دين الإسلام. عرف أن الدين الحق هو دين الإسلام. ولكن أنا خربت معه ومعقبا من المرة هذيك الطفلين. سأل المشايخ قالوا أحسن لك أنك تبقى هنا عشان ما تروح تفتنك ولا شيء، تبقى على إسلامك، ولكن ياخذ لك فترة مر على عيالك قدرت تاخذه وخذه. المهم
قالوا وإن قدرت تاخذ عيالك عاد خذهم، وما قدرت خلها في سبيل الله، وبعدين تزورهم عاد، زورهم زيارة وانصحها انصح ان اسلمت زين، على زين ما اسلمت عاد الشكوى والله. الرجال جلس الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، رجال خلاص اشتاق لها من قلب، ويعرف انها ما شاء الله تحبه من قلب، خلاص تحبه هو عند ربعه. الحين رجال ما يوده انه يرجع عن دينه مثل المرة اللي فاتت، وعرف خطاه، وعرف ان الاسلام ما بعد دين نهائيا. حتى اللهم صل محمد صفات المسيح ما هو مثلهم، تختلف عندهم اشياء. الله لا يبتلينا، والحمد لله اللي عافانا ما ابتلاهم به. الرجال فتح وسألوه ربعه: انت علامك انتكست، انت وش فيك؟ ليه انتكست عن دينك وانت كنت من المسجد للبيت؟ والله العظيم كنت فجعناها بهالخبر هذا. فجأت قال: يا جماعة الخير، أنا لي من يوم ما خلقت ما طلعت من هالديار، ولعلي شفت هالمرة ذي وفتنت، وأول مرة أشوفها وأعوذ بالله من الشيطان، وإني لله وإني راجع. ولعلها السبب بأني ما ردد كلمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما كنت أرددها، وعلمني فيها شيخ. ولكن لعل ربما أن الله يعني طلعني عن هالدين علشان أعرف نعمته، علشان أعرف النعمة اللي أنا كنت عايشها في هذا الدين. لكن والله العظيم وأقسم بالله أن في نعمة نحسد عليها. أنا لي أكثر من 3 سنين وأنا حياتي هم وغم وكل شيء، ولكن اللي مصبرني المرة اللي أنا أخذت وجمالها وأغمي على عيوني، وكانت مثل البلسم، تعالج الوجع. أنا من داخل ماني مرتاح، ولكن كل ما شفتها خلاص يروح عني الهم والغم وكل شيء، كأنه مغشين علي. المهم أنه ما كمل 4 شهور ولا هذه المرة جاية، كان يسولف عليها وأنه عايش معلمها في مدينته ومعلمها في كل شيء. لهذه المرة جاية ورعانة تسأل عن زوجها، تسأل عنه لين حصل تلقى له هذا هو. المهم يوم جاء ولا هذه زوجته وهذه ورعانه قدام عينه، انفجع، ما توقع 1% انها تبتجي، وناظرها وقام يبتسم. انت وش جايبت فلانة؟ وش جايبت؟ عسى ما شر. قالت: والله العظيم انه قتلني الشوق وجيتك، ما قدرت اصبر، ولكن جيتك انا وعيالي، ترى في وجهك ما بيك تنقطع عنا. قال: بحاجة واحدة، انك تسلمي، وهي تعلن اسلامها امام الجميع وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وعاشت اشهر بعد الاسلام، وعرفت ان الاسلام نعمة ما بعد دين، وعرفت ان الاسلام هو الحق، هو الدين الحق. وقامت تقرأ القرآن وعلمها ودرسها وكل شيء، وما شاء الله تبارك الرحمن بخلال سنة حفظت القرآن كامل، وصارت ما شاء الله مجتهدة في الدين ومجتهدة في العلم. فلعل هالكارثة هذه صارت لعلها سببا في دخول المرأة هذه في الإسلام، لعل الله سبحانه وتعالى كاتب لها أنها تدخل الإسلام. فسبحان الله، شوفوا كيف انساقت الأقدار، وراح الرجال وانبهر فيها المرأة، وخدم عندهم راعي 3 سنوات و6 شهور، وبعدين رجع لأهله، ورجعت عاد هي تبعته من زود حبها له، تبعته واسلمت على يده. ووصلنا إلى ختام القصة، ورددوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله يوفقنا وإياكم إن شاء الله أنها نالت على إعجابكم، والله يسعدكم إن شاء الله.